السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على القناة. اليوم جبت لكم واحد الموضوع غامض بزاف، 5 ديال القصص حقيقية وغريبة من الإنترنت، قصص وقعت للناس عاديين بحالنا بحالهم، ولكن حتى الآن ما لقاوش لها تفسير مباشر. خلوا راسكم مركزين لأنه من بعد هذا الفيديو غادي تولي تسول راسك واش فعلا الإنترنت بريء ولا فيه شي أبواب مفتوحة على عوالم ماشي ديالنا. القصه الاولى ديال واحد الشاب امريكي كيخدم في شركه الاتصالات، كان خدام في واحد القسم معطله من الليل. ضربت 2 ديال الليل، فجاه التليفون ديالو كيصوني واحد الرقم انكوني ما معروفش. جاوب بتردد وسمع صوت ديال المراه كيقول: بني واش انت مزيان؟ وقف له الدم في العروق ديالو. الصوت حس الصوت ديال الام ديالو، ولكن المشكله الام ديالو كانت متوفيه هذه عامين بسبب مرض. هو تصدم، بقى كيقول ماما واش انت بصح ماما؟ ولكن الصوت تكرر مره واحده وقال: بني رد بال راسك. ومن بعد الخط تقطع. ملي مشى يتاكد في السجلات ديال الشركه اللي كيخدم فيها هو، الرقم ما بانش نهائيا، وكأن المكالمة ما وقعتش. من داك النهار الشاب قسم بالله انه ما عمره غادي ينسى داك الصوت، وكان مقتنع ان الام ديالو لقات طريقة باش توصل ليه حتى من بعد الموت. واحد الراجل كتب القصة ديالو في موقع ريديت، قال انه كان عنده تليفون قديم كيبقى محتفظ به. واحد النهار وهو كيقلب في الرسائل القديمه لقى واحد الميساج غريب مرسل ليه قبل سنوات، كيقول فيه: بلا ما تخرج من دارك غدا ما بين 9 و 8 ديال الصباح غادي توقع لك شي حاجه خطيره. الغريب هو ان الرساله ما فيهاش رقم المرسل، كانت رساله مجهوله. هو في الاول ضحك وقال باللي ربما غير بوغ، ولكن في ذاك النهار بالضبط في هذا التوقيت كان مقرر يخرج يخدم، وفجأة سمع باللي في الطريق اللي كيمشي منها كل صباح وقعت حادثة. تصادم مروعة فيها شاحنات كبيرة وعدة سيارات. لو كان خرج ذاك الوقت المعتاد كان غادي يكون وسط الحادثة. هو كيحكي وكيقول: مازال ما فهمش شكون اللي رسل لي هذيك الرسالة، ولكن اللي متأكد منه هو أن حياتي تبدلات من ذاك النهار. بقيت ديما كنسول واش فعلا شي حد كيقدر يعرف المستقبل. قصة ثلاثة ديال واحد المستخدمين في الديب ويب، حكى على تجربة شخصية مرعبة. قال بلي كان كيجرب يدخل مواقع عشوائية حتى لقى واحد الرابط باسم غريب. في هذا الموقع كانوا فيديوهات قصيرة كتظهر فيها ألوان سريعة وأصوات متقطعة بحال تشويش. في الأول ضحك وقال غير هادي بلا معنى، ولكن ملي طفى الجهاز ومشى ينعس بدا كيسمع أصوات كتعيط له باسمه. كيقول: كنت كندير مجهود باش ننعس، ولكن كنت كنسمع الصوت ضعيف كيهضر وكيقول اسمي وكيكرر. ولي زاد الطينه بالله انه بدا كيشوف وجوه غريبه كل ما كيشعل الضوء، وجوه ماشي واضحه ولكن كلها كتشبه من اللي شاف في الفيديو. من داك النهار حياته ما بقاتش طبيعيه، وكتب: انا ندمت بزاف انني دخلت لذاك الموقع، حيت مازال اليوم كنعاني من الهلوس. القصة الرابعة ديال واحد العائلة بريطانية كرات بيت قديم بثمن رخيص. في الأيام الأولى كلشي كان عادي، ولكن بعد أسبوع بداو كيلقاو أوراق مكتوبة بخط غريب وسط المطبخ وعلى الطاولة. في الأول ظنوا أن شي حد من الجيران كيلعب معاهم. الأوراق كانت مكتوبة بجمل غامضة بحال كيجبروا مكتوب عليها أنا هنا، أو ما تمشاوش. العائلة بقات ساكتة وما بغاوش يهتموا، ولكن الأوراق بداو كيلقاوهم في غرف الأطفال. آخر ورقة لقاوها قبل ما يهربوا من الدار كانت مكتوب فيها: شكرا بزاف حيت بقيتو معايا هاد المدة، كنت محتاج غير الصحبة. هاد القصة تنشرت في الصحف المحلية والعائلة رفضت ترجع للبيت نهائيا، والغريب أن اللي كراو بعدهم ما صبروش أكثر من شهرين. القصة الخامسة والأخيرة كتقول صاحبة القصة أن قبل سنوات كان كاين واحد المنتدى في الديب ويب كيتهضر عليه بزاف. كيقولوا الناس اللي دخلوا ليه ان اي واحد كيسجل فيه وكيشارك موضوع كيتعرض لحادث مأساوي. واحد شاب شارك فيه موضوع بسيط عن الحياة ديالو، وبعد يومين وقعت ليه حادثة خطيرة في الطريق. واحد آخر كتب انه كيعاني من مرض بسيط، وبعد اسبوع لقى راسو مرضو تضاعف بطريقة ما مفهوماش. المنتدى تسد فجأة وما بقى ليه حتى أثر في العالم العادي، ولكن الأرشيف ديالو باقي كيتداول سرا، واللي جربوه كيأكدوا أنه ماشي صدفة. كيقول بعض الباحثين أن المنتدى كان نوع من التجارب النفسية، ولكن آخرين مقتنعين أنه كان الباب مفتوح على لعنة حقيقية. هادو كانوا 5 ديال القصص غامضة وواقعية من الإنترنت. السؤال اللي كيطرح راسو: واش كل هاد القصص مجرد صدفة، ولا فعلا الإنترنت فيه أسرار وكيخبي أمور اللي ما بغيناش نعرفوها؟ كتبوا لي في التعليقات شنو القصة اللي هزتكم كثر وخلاتكم تحسوا بالقشعريرة، ولا كيعجبكم في هاد الفيديوهات قولوا لي واش نزيدوا في حالهم ولا لا. نشوفكم في حلقة جديدة.